السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اختتمت يوم أمس القمة العربية اللي تنظمت في الجزائر، والتي لم تخلو من مواجهة بين المملكة المغربية والنظام الجزائري، اللي سخر مجموعة من الوسائل باش يستفز المملكة ويهمش حضور ممثليها خلال هذه القمة. والحقيقة كما سنرى من خلال هذه المداخلة أن المغرب هو أكبر الرابحين من هذه القمة، ليس بسبب مضامين البيان الختامي، ولكن بسبب أمور أخرى حدثت منذ وصول وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة إلى الأراضي الجزائرية. أما الجزائر الدولة المضيفة والعدو اللدود للوحدة الترابية للمملكة، فقد فشلت فشلا ذريعا في صراعها مع المغرب خلال هذه القمة، ولم تستطيع التأثير سلبيا لا على القضية الوطنية ولا على الدور المهم اللي كتلعبه المغرب داخل العالم العربي. اي الجزائر داكشي اللي كانت تتوجد للمغرب ما حققت منه والو. كيفاش وعلاش؟ هادشي اللي غنشوفو ان شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل ما ندخلوا للتفاصيل ديال هذه المواجهه اللي كسب فيها المغرب بزاف بينما خسرت الجزائر كل محاولاتها العدائيه ضده، الى عجبكم هذا الفيديو بغيتكم مشاهدي الاعزاء تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تخليوا لي ملاحظات ديالكم في التعليقات. إذا أول مواجهة وقعت بين المغرب والجزائر في القمة كانت يوم الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية، حيث تلاعبت الجزائر بالقواعد المعمول بها داخل القمم العربية، وأعطت الضوء الأخضر للقناة الرسمية الجزائرية ببتر الصحراء المغربية من الخريطة المعتمدة لدى الجامعة العربية. هذا التصرف الاستفزازي خلى وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة يتدخل ويصحح الأمور، وهنا غيرغم على القناة باش تغير الخريطة وتقدم اعتذار رسمي. هذا التصرف السبياني من طرف النظام الجزائري أمام ممثلي الدول العربية أحرج كثيرا رمضان العمامرة رئيس الاجتماع ووزير خارجية الجزائر، وخلى وزراء خارجية الدول العربية يفهموا مدى حقد وكره النظام الجزائري للمملكة المغربية. في مواجهة أخرى وبدعم من أغلب الدول العربية، استطاع المغرب إدراج ملف تسليح إيران لميليشيات البوليزاريو وتدخلاتها في الشؤون العربية، وهذه كتعتبر صفعة للنظام الجزائري اللي كان ضد الفكرة، والتهمة موجهة إليه كذلك لأن ميليشيات البوليزاريو تتواجد في أراضيه، وبالتالي فأي تدخل إيراني في المنطقة غيكون بتواطؤ من شنقريح ونظامه. وهذه النقطة ذكرت في البيان الختامي للقمة. نجاح آخر على الساحة الإعلامية، فالاهتمام الإعلامي الذي حظي به وزير خارجية المغرب منذ وصوله إلى الأراضي الجزائرية من طرف الإعلام العربي والجزائري لم يحظى به حتى الرئيس الجزائري نفسه في هذه القمة. وخير دليل على شعبية ووزن وزير خارجية المملكة المغربية وهو المتابعة الكبيرة للحوار الذي أنجزته قناة العربية معه، حيث فاقت نسبة المشاهدة بأضعاف وأضعاف الحوار الذي أنجزته نفس القناة مع رمضان العمامرة. هذا يدل على التأثير الذي تحظى به الدبلوماسية المغربية على مستوى العالم العربي. هذا التأثير هو الذي دفع الرئيس الجزائري خلال هذه القمة إلى البحث والخروج أمام عدسات الكاميرات بتصرفات شعبوية، وهناك من يصفها بهلوانية، محاولة منه لفت الأنظار إليه ولو بطرق ربما غريبة من طرف رئيس دولة. صفحة أخرى كذلك للنظام الجزائري في هذه القمة تتجلى في غياب الملك محمد السادس ملك الأردن، ولي عهد المملكة السعودية، رئيس دولة الإمارات، أمير الكويت، سلطان عمان. غياب لهذه القادة يرجع لأسباب بعضها يتعلق بعلاقة النظام الجزائري بإيران، وأسباب أخرى تتعلق بعدائه للمملكة المغربية، وأسباب أخرى يمكن ربطها بعدم الاستجابة لشروط تنظيمية وما يتعلق بالبروتوكول المعمول به في مثل هذه القمم. وبطبيعة الحال غياب النضج وتخلف النظام الجزائري في هذه الأمور خلى هذه القادة باش تغير مواقفها وما تحضرش القمة. وفي الأخير البيان الختامي للقمة ومن قلب الجزائر أشاد بالدور المغربي في القضية الفلسطينية والليبية، وأشاد كذلك بالتجربة المغربية في محاربة الإرهاب والتطرف، وكذا
التنديد بالتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية. هذا الانتصار الدبلوماسي المغربي ومن داخل الأراضي الجزائرية وفشل النظام الجزائري في مبتغاه تجاه المغرب ربما سيدفعه أخيرا للاستسلام وقبول الحوار مع المملكة المغربية. لماذا؟ لأنه يعرف فعلا أن قواعد اللعبة تغيرت وأن موازين القوة تغيرت كذلك لصالح المغرب. إلى هنا إخواني أخواتي نصل إلى نهاية هذه المداخلة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.